والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، عايزين نتكلم في موضوع إزاي إن إحنا نحصّل الجماعة. تحصيل الجماعة ده مهم جدًا. دلوقتي لمّا ده يطنّش وده ما لوش دعوة وده يا عم خلّيني في نفسي، فالجماعة بتبدأ تضعف جدًا. يعني إحنا زمان كنا لمّا بنيجي نخرج مثلًا نقول 12 واحد، 14، 18. دلوقتي إحنا بنبقى خارجين 5 أفراد، 2 في المسجد ثابتين، ناس كبار زيي وواحد تاني معايا، وال3 التانيين يعني ييجوا يقعدوا في المسجد شوية ويمشوا، يقعدوا شوية في المسجد ويمشوا، ما بنلمش نفقات. يعني وصلنا إن إحنا ما عدناش بنلم نفقات. 2 قاعدين في المسجد هم اللي بيفطروا وبيتغدوا ويتعشوا، وال3 الباقيين بييجوا مثلًا على ميعاد الجولة وبعد العشا ما بتلاقيهمش، وممكن ما يحضروش البيان كمان. طب الموضوع ده عايز إيه؟ قال الموضوع ده محتاجين فعلًا تحصيل الجماعة. أنا محتاج إن أنا أحصّل ناس، عشان إحنا ما عدناش بنحصّل فإحنا ضعفنا. ولكن لو أنا باحصّل الناس القديم والحديث، يوم القديم يشوفني باحصّل ناس يقوم هو كمان يحصّل. لكن ما هو القديم شايفني أنا ما باحصّلش حد، وأنا شايفه هو ما بيحصّلش حد، فما عادش بيحصل تحصيل في الجامعات، يقوم يحصل الضعف ده. مرّة باسأل أخ باقول له: "ما شاء الله يعني حضراتكم عندكم في المسجد 7 جماعات." قال: "أيوه إحنا يوم الخميس زي النهارده كده، بنصلّي العصر ونمشي على المسجد اللي هنخرج فيه، عاملين حلّتين طبيخ يعني الأكل بتاعنا اللي هو العشا، وبنصلّي العصر ونمشي على طول." فبنمشي 5 أو 6، عقبال ما نوصل المسجد هناك نلاقي 3، 4 محصّلينّا، عقبال ما العشا تأذّن يكون بقينا بتاع ييجي أكتر من 15 واحد، ما شاء الله يعني. قال وكمان يا عم الشيخ بعد العشا اللي هو يوم الأحد بنروح المسجد المقامي، نبيت في المسجد المقامي، وبعد صلاة الفجر بنعمل الشورى ونفطر، كل واحد يطلع على شغله. يعني بنخرج من الخميس للإتنين. من قوة التحصيل عندهم 7 جماعات، وإحنا من ضعف التحصيل ما عندناش 7 أفراد يخرجوا في سبيل الله. فده كله بسبب ضعف التحصيل. لمّا التحصيل بيضعف في المسجد الجماعة بتضعف، بيحصل فيها ضعف. فيمكن يكون ده حل من الحلول اللي ربنا سبحانه وتعالى يوضع فيها البركة ونبدأ نتحرك والجماعات تقوى تاني. لإن في ناس اتعودت خلاص، اتعود إن هو ييجوا ال3 أيام يكون عامل لهم إيه، محضّر لهم أشغال كتير جدًا. ده أنا رايح زيارة هنا، ده أنا رايح لأمي، ده أنا رايح لأختي. يبدأ بقى 100,000 شغلانة. طب باقي الشهر ما فيش حاجات من كده. فالناس دي عايزة اللي يحصّلها ويقعد معاها ويفهّمها إن إحنا هنخرج يوم كذا، لو عندك زيارة في الموضوع الفلاني خلّيك جم عادي. يعني نحصّل قبل الخروج أقل حاجة ب15 يوم. موضوع التحصيل يوم الأربع ده ضعّفنا خالص. فعشان نحصّل الأصول نحصّل من بداية الشهر، من أول ما نرجع من ال3 أيام نبدأ نحصّل الجماعة. ما فيش حاجة نستنى اليوم الأربع وبعدين الخميس، الجمعة هنتحرك هوب مش لا ما فيش هينفع الكلام ده. في ضعف جامد جدًا. لإن طريقة التحصيل غلط. كل واحد ييجي يتصل بالتليفون بالتاني، ما عادش يعني كله دلوقتي على اتصال تليفونات، والله ما ينفع. أنا عايز أقول لكم إن أخطر شيء على عمل الدعوة هي التليفونات.
ده حتى الأصول أنت يقول لك إيه قبل ما نحصل فلان اتصل بيه بالتليفون الأول، طب مش موجود في البيت، طب ما نسيب له خبر، نعرّف عياله إن إحنا جينا له، نادي من على الباب كده، مش لازمًا نخش ونقعد يعني. فيا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام لو اهتمينا بالتحصيل وبتحصيل بعضنا، ودايمًا أنا أقول لهم كده تعالوا حصّلوني، حد فيكم ييجي ياخدني، حد فيكم ييجي يعمل لي زيارة، الأصول نعمل مع بعض كده، لكن كلنا متكاسلين لدرجة إن إحنا ما بنروحش الجامع إلا غير فين، يعني بنتجمّع دلوقتي كان بعد صلاة الجمعة شوية أيام بدأنا نتجمّع بعد العصر، شوية أيام بدأنا نتجمّع بعد المغرب أو العشا في المسجد المقامي، وما عدناش بنتحرك في مسجد بعيد، لأن لو اتحركنا في مسجد بعيد هيقعدوا 2 في الجامع وال3 هيمشوا يروّحوا، هيقعدوا ال2 الناس تضحك عليهم، يقولوا إيه ده يا عم، إيه الناس دي جاية تعمل إيه عندنا؟ ده عايزين خدمة وعايزين هيقرفونا، إيه 2 جايين عشان يخرجوا في المسجد، هيعملوا إيه ال2 دول يعني؟ والأخ من دول يعمل خدمة ويتعب نفسه في الإكرام والحاجات دي، في الآخر تلاقي 2 قاعدين قدامه، إيه لازمتها إيه يعني؟ هو تعبه خلاص ما ينضموا على أي جماعة. وكمان دي حاجة عجيبة جدًا دلوقتي، ما حدش بيرضى ينضم على حد، كل واحد مريحه دماغه. ما يالّا يا جماعة ننضم على جماعة تانية عشان نشوف الشغل بتاعنا ونشوف هنعمل إيه، لا إحنا كده مرتاحين. ماشي يا عم، تيجي تسأل الجماعة التانية أنتم كام واحد؟ نحسبهم بقى 7 والّا 8، يا عم ده إحنا كنا 2، طب ما انضمتوش ليه؟ يا عم إحنا كده مرتاحين. فبدأنا كلنا إيه، يعني كل واحد دماغه مريحاه ونسينا موضوع التحصيل وما عدناش بنركز فيه، وده من أكبر أخطائنا اللي حصلت، ما عادش في حد بيحصّل حد، ده زمان كنا نجيب ناس من مساجد تانية تحصّل الجماعة ويشتركوا في موضوع التحصيل، وكنا نجيب ناس زمان تعمل حاجة اسمها جولة معانا المقامية وتعمل معانا الجولة الانتقالية، وده كله عن طريق الشورى، ما عادش الكلام ده بيحصل، هو مش عايز حد ييجي له لا في انتقالي ولا في مقامي، لأن هو قاعد في الجامع ما بيعملش الجولة، فخلاص كان زمان الكلام ده. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام لازمًا نرجع للتحصيل زي زمان، التحصيل ده سبب في تقوية العمل المقامي وفي تقوية عمل الدعوة إلى الله، وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله